السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كحك خميرة بيرة. ان شاء الله تبقى مقاديره بسيطة معاكم. دي قطعة خميرة بحجم عين الجمل، ودول معلقتين سكر سنترافيش. هنقلبهم في بعض كويس جدا لحد ما يبقوا يعني زي المية كده، هما هيسيحوا مع بعض كده، هيمتزجوا مع بعض كويس. خلاص. كيلو الكحك بياخد كوباية مية دافية، هنحط عليهم نص كوباية المية الدافية على الخميرة دي اللي احنا قلبناها مع معلقتين السكر، وهنركنهم بعد كده على جنب. وبعد كده بقى انا نخلة كيلو الدقيق وعليه نخلاه كويس اهو، وحطيته بقى. دول معلقتين سمسم محمصين، ودي ذرة ملح، وهقلبهم بقى مع بعض. بعد كده هعمل حفرة في النص عشان انا سايبة السمنة بتتقدح على النار. كوبايتين ونص سمنة، كيلو الدقيق بياخد كوبايتين ونص سمنة المج. طبعا السمنة سخنة، الاول هتعملي بالمقصوصة. يبقى كيلو الدقيق بياخد كوبايتين ونص سمنة، كوباية مية دافية. لو هتحطي ريحة كحك اللي احنا بنشتريها من عطار، معلقتين ريحة كحك. انا هحط قصنص كحك، ريحة كحك بتباع عند المحلات المستلزمات اللي هي الحلواني. طبعا هنفضل نقلب في بعض كويس جدا. انا هفضل بقى ابس كده كويس علشان يبقى ناعم. انا بقى نحط بقى حوالي 7 نقط ريحة كحك. مش هتحطي القصنص ريحة الكحك دي، هتحطي معلقتين ريحة كحك. الدقيق شرب على فكرة كوبايتين ونص السمنة كلهم. ودي الخميرة اهي. انا بقى هلم العجينة، ودي بقية كوباية المية الدافية. طبعا بقى انا بلم العجينة، وعلى فكرة انا ما ركنتهاش، انا اشتغلت بيها على طول وحطيت في الفرن على طول. طبعا ده عيار كيلو بقى، اللي هيعمل عيارين هيضرب في 2، يعمل 3 يضرب في 3. بنفس العيار ده تضربوه في 2 او في 3 حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها، بس هيعجبكم جدا. العجينة خلصت، انا بقى غطيتها عبال ما حضرت الصاجات وشغلت الفرن على 180 يسخن. عبال ما عملت اول صاج سبت الفرن يسخن
الفرن يبقى على 180. بيقعد من 10 ل 12 دقيقة في الفرن. انا بحب الكحكاية صغيرة، وبحب النقشة بتاعت زمان، ما بحبش البصامة بصراحة. انا هعمل بالبصامة اذا عملت كحك بالعجمية. هيعجبكم جدا، يا ريتكم تجربوه وتبقوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الطريقه القديمه بتاعت زمان دي. طبعا قعد في الفرن حوالي من 12 ل 15 دقيقه على درجه الحراره 180. وهنا بقى انا سكرته، قلت اوريكم شكله. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.